حلقتنا اليوم عن فيلم ضرب المهابيل إنتاج 1955. قبل ما نتكلم عن الفيلم هنتعرف على مخرجه توفيق صالح. توفيق صالح من مواليد الإسكندرية سنة 1926. درس في كلية فيكتوريا وزامل يوسف شاهين. بعدها دخل كلية الآداب قسم إنجليزي جامعة الإسكندرية وتخرج سنة 1949. بعدها بسنة سافر فرنسا لدراسة السينما، لكن ترك الدراسة بعد سنة واشتغل كمساعد مخرج في 3 أفلام ورجع مصر سنة 1953. لما رجع مصر اتعرف على الأديب والسيناريست نجيب محفوظ ونشأت بينهم صداقة، ومع بعض عملوا فيلم ضرب المهابيل. العمل الأول لأي مخرج كبير دايما تظهر فيه علامات التميز والاختلاف والرغبة في تقديم شيء أصيل، وده بيبان قوي في ضرب المهابيل. أحداث الفيلم تدور في حارة والشخصيات كلها تقليدية وعادية جدا، لكن بيحصل في حياتهم أمر غير عادي بيقلب حياتهم رأسا على عقب. في بداية الفيلم نتعرف على الشخصيات الرئيسية وعلى الحارة وأهلها. عندنا طه العجلاتي شكري سرحان بيحب خديجة برلانتي عبد الحميد، وهم مخطوبين وبيحوشوا سوا تمن الجواز. عندنا عزوز عبد العزيز أحمد والد خديجة، راجل متدين، ومراته بتنتقده إنه منغمس أكتر من اللازم في حلقات الذكر. ونشوف عبده توفيق الدقن بيشتغل عند أبوه العجلاتي حسن البارودي، دايما بيتخانقوا بسبب بخل الأب اللي بيكنز الفلوس عشان في يوم يقدر يشتري الحارة. وبيحلم عبده دايما باليوم اللي يقدر يسيب فيه الحارة وبيت أبوه. وعندنا فتاة ليل نادية السبع عايشة في الحارة، بتحلم باليوم اللي تسيب فيه الحارة وتعيش في مكان أفضل تتعرف فيه على رجل غني يتجوزها. وعندنا أفة عبد الغني قمر الدرويش اللي بيعاني من إعاقة ذهنية، بينام في عشة صفيح في الحارة ومعاه المعزة بتاعته، وبيعتبروا أهل الحارة مبروك وبيحسنوا إليه وهو بيبخرهم ويدعي لهم. النص الأولاني من الفيلم بنتعرف على الشخصيات والعلاقات ما بينها، وبنتعرف على الحياة في الحارة، وكل ده من خلال يوم واحد من الصبح لحد بالليل. تأثير نجيب محفوظ كاتب القصة والمشارك في كتابة السيناريو مع عبد الحميد جودة الصحار واضح بقوة. تفاصيل الحياة في الحارة اللي في الفيلم مش موجودة في أي فيلم تاني، تفاصيل ما نلاقيهاش إلا في روايات نجيب محفوظ. لكن السؤال إزاي توفيق صالح عبر عن ده بصريا؟ اعتمد توفيق صالح كتير على اللقطات الكبيرة، لقطات كبيرة لونج شوتس تستعرض مساحة كبيرة من الحارة بيتحرك داخلها الأبطال. وساعد توفيق صالح على ده ديكور الحارة اللي عمله ماهر عبد النور، ومعاه مدير التصوير الكبير عبد العزيز فهمي. بنشوف مشهد للقاء بين طه وخديجة فوق السطوح في ليلة مغمرة، مشهد رومانسي ليل خارجي. بنشوف مساحات نور وظل في المشهد، وبسبب ان الاضاءة قمرية وبسبب حركة السحب بيحصل تبادل في مساحات النور والظل في اللقطة الواحدة. هنلاحظ ان التباين بين النور والظل ناعم جدا، مفيش حدود قطعة بين النور والظل في اللقطات، الحدود ناعمة جدا، وده ادى الى جو شديد الشعرية في المشهد. عبد العزيز فهمي مدير التصوير كان عامل شغل رائع مع تناغم في تكوين اللقطات وحسن إدارة الممثلين لتوفيق صالح. في مشهد تاني لما عبده يروح لفتاة الليل في شقتها ودخوله الشقة مع صوت زار عند الجيران، وده كان تمهيد للقاء جنسي بينهم. بعدها بنشوف حديث بين الاتنين، بنعرف ان بيجمعهم فكرة الخروج من الحارة وجمع الفلوس لتحقيق ده. والمشهد ده بيحصل في نفس الوقت مع مشهد طه وخديجة فوق السطوح، والمونتاج بيتنقل بين المشهدين. بنشوف علاقتين غراميتين في نفس الوقت، مختلفين من حيث الطبيعة والأشخاص. ما كناش بنشوف مشاهد كده في أفلام العصر ده ولا حتى في أفلام العصر الحالي، لأن في مخرج شاب صاحب أسلوب وطموح وجريء، مش بس في الموضوع بل في الحرفة واللغة السينمائية. في المشاهد اللي في شقة فتاة الليل بنشوف ازاي لعب الديكور دور كبير في التعبير عن الشخصية بتفاصيل صغيرة. بنشوف صور كتير متقطعة من المجلات متعلقة على الحيطة وعلى المرايات، بنعرف من ده تطلعات البنت لعالم آخر بعيد عن الحارة. في لقطة البنت قاعدة قدام مراية مكسورة بتعلق عليها صور مجلات، وفي المراية المكسورة بنشوف توفيق الدقن راقد في السرير بيتكلم معاها، وكأن الكسر في المراية معبر عن حياة الشخصيتين اللي في المشهد. النص التاني من الفيلم بيحصل الصراع بسبب حدث غير عادي بيقلب الحارة، هو ورقة اليا نصيب. بياع الفول والطعمية ما يشتريش الورقة بناء على نصيحة صاحب القهوة انه بيضيع فلوسه. عبده يرفض ابوه انه يسلفه 5 صاغ عشان يشتري الورقة، ويشتري الورقة طه ويديها لخديجة تشيلها، لكن والدها المتدين يخليها ترميها لانها قمار. بياخد قفة الدرويش الورقة، وتاني يوم الورقة تكسب 1000 جنيه. ويتقلب حال الحارة لما طه يطالب بالورقة لأنها حقه.
بيلاقي كل أهل الحارة ضده ويعلنوا دفاعهم عن مالك الورقة أوفا اللي ما يعرفش قيمة الفلوس، وينافقوه ويعرضوا عليه مشاركتهم. وهنلاحظ في السيناريو اهتزاز في إيمان الرجل المتدين عزوز، ليه ربنا يدي الفلوس لواحد زي أوفا وهو ما يعرفش معناها. ونلاقي رجل الدين بيحاول يهدي الناس في الحارة لكن مفيش فايدة. الطمع في الفلوس بيخرج أسوأ ما في الناس في الحارة، ونشوف الناس الطيبين اللي في أول الفيلم بيتحولوا لأشرار. قصة مش تقليدية في الأفلام المصرية، ليها حبكة محكمة. وهنا يبان قوة سيناريو نجيب محفوظ وتوفيق صالح. بنشوف مشهد بين عزوز والد خديجة ومراته، وهي بتلومه بسبب ضياع الورقة، وبعدها بيبعد كل واحد عن التاني ويخرجوا من الكادر ومنسمعش إلا أصواتهم، وتتحرك الكاميرا زوم لورا فنلاقي خديجة بتبكي ورا الباب. مشهد رائع فيه أداء تمثيلي جيد وحركة ممثلين وحركة كاميرا رائعة. وكمان عندنا مشهد فيه أوفا وهو راجع للعشة اللي بيبات فيها، وبنلاقي كل شخصيات الحارة بتراقبه وتتابعه، وبنلاحظ نواياهم الشريرة. الصراع حول الفلوس ينتهي بجريمة قتل والفلوس تضيع، لكن الفيلم بيدينا الأمل في البشر والحياة رغم اللي حصل. بيدينا نهاية سعيدة بلم شمل طه وخديجة وجوازهم واستمرار الحياة رغم كل شيء في درب المهابيل. درب المهابيل لتوفيق صالح كان محاولة لتقديم سينما مصرية ذات لغة وجماليات خاصة، تعتبر أكتر نضج من تجربة كمال سليم وكامل التلمساني من نواحي كتير، منها على مستوى القصة والسيناريو والحبكة والبعد عن البشرة وبنى الشخصيات، ومنها على مستوى الحرفة والإخراج في حركة الممثلين والكاميرا ومونتاج حسين عفيفي وسعيد الشيخ. ومعانا تصوير وإضاءة رائعة عملها عبد العزيز فهمي، والديكور اللي كان مميز جدا للحارة لماهر عبد النور. كل ده خلى درب المهابيل علامة مهمة في السينما المصرية، تعكس تطور كبير عن سينما الثلاثينات والأربعينات، سينما أكثر نضجا مع الجيل الثاني من المخرجين في السينما المصرية. بعد كده عمل توفيق صالح صراع الأبطال، وبعده عمل 3 أفلام واجه فيهم مشاكل رقابية: زواء السيد البلطي، المتمردون، يوميات نائب في الأرياف. وده ضايقه فسافر سوريا، وهناك عمل المخدوعون عن رواية غسان كنفاني رجال تحت الشمس. وبعدها سافر للعراق وعمل الأيام الطويلة عن حياة صدام حسين، وده اللي اعتبر سقطة له. رجع توفيق صالح مصر سنة 84، ما قدمش أفلام، المنتجين لم يرغبوا في التعامل معه، ودي كانت مشكلة واجهته طول حياته. عمل في التدريس في معهد السينما بالقاهرة، وظهر في دور بشخصيته الحقيقية في فيلم يوسف شاهين اسكندرية كمان وكمان. وأخيرا تم تكريم توفيق صالح في مهرجان القاهرة سنة 2001. وفي 2013 توفى توفيق صالح، اللي رغم أعماله القليلة إلا أنه أصبح من كبار المخرجين في تاريخ السينما المصرية. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، وما تنسوش الاشتراك في القناة.